الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. القائل في كتابه العزيز: وذروا ظاهر الإثم الله باذن. ايه ده؟ مالك يا حنة بتعيطي ليه؟ البنت مالها بتعيط ليه؟ تعالي حبيبه ابوك تعالي. بس كده هات الدود بتاعك. بتعيطي ليه يا بنتي في ايه؟ حنة الحق يا انت شاديه ولا جيجي ولا حد يلا؟ حنة تعال حنة. الله الله الله، الحاجة جديدة عندنا يا دي الهنا يا دي الهنا. مش كنت تقولي يا حاجة كنا فرشنا الأرض رمل ولا علقنا كهارب ولا كنا جبنا فرقة مزمار وطبل وحصينة؟ الله الله الله، انت هتبوظي لي العمر يا بت ولا ايه؟ هي لسه ما باظتش يا خالتي. اخرسي يا بت منحرفة. اطلع الله. هي بس لولا نجاة قعدت تورور على وداني بدل ما تغني قالت يلا نروح الكوافير، والبت اللي اسمها مساجده ولا ايه اللي بتقول بتاعت الالوان دي، قلت هناك انا بحبها البت دي الصراحه، قلت اجي اشوفها وهيص معاكم شويه. اخصى عليكي يا جديدة بقى، أنا برضو بور في ودانك. ده أنا جايباكي الكوافير عشان تروقي على نفسك كده يا حبيبتي، وتحطي شوية كريمات وتشدي جلدك. اشد جلدي؟ آه. لا عندك فرامل يا حبيبتي، جلدي مشدود ده زي الطبله، دول بقى عليك يا حبيبتي. أيوة أيوة، معلش ما تبقيش شديدة عليا قوي كده يا جديدة، أنا بحبك. وانا كمان بحبك وبهزر معاكي، بلاش اهزر. لا هزاري يا حبيبتي، ده انت حتى هزارك على قلبي زي العسل. طب بلاش تلزقي بقى. يا بنات أيوة. شغلوا لنا يا اختي شويه مزيكا، خلينا نفرفش شويه. عينينا يا خالتي. شفتي يا جديده قلبة الزمن؟ بقيت انت اللي قاعده وانا اللي برقص. فرامل يا حبيبتي ترقصي ده ايه؟ ده انت هتبقي زي اللي رقصوا على السلم، لا اللي فوق شافهم ولا اللي تحت شافهم، سيب الرقص لاصحابه. يلا ظبطي حلو يا بنت. حاجة جديدة. ايوه فلوس الإيجار ونسبتك في المحل موجودين كلهم، هبعت البت قطة تجيبهم لك دلوقتي. اخص عليكي بيت، وانا جاي عشان الايجار؟ هو الايجار هيطير؟ ايه يا حبيبتي، انا جيت اعمل شويه ديكولتيه ومزمبلي واحيه وافرفش معاكم. انت منورانا والله يا ست الكل. انت يا بنت انت وهي سيبوا اللي في ايديكم كلنا نشتغل الحاجه جديده. يلا يا اختي نعمل شويه صبغه ولا حاجه. السلام عليكم، انا جيت لك في ميعادي اهو. اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا حبيبتي. الفستان اللي جبتيه الصبح متعلق اهو جوه، خشي غيري هدومك وانا جايه لك على طول. ماشي خش معايا يا توحة. حاضر. هقول لك ايه، هتعملي شعر احمر بقى ولا تعملي ايه؟ يا بنت انت سامعاني ولا ايه؟ حنة يا بنت. بنتي فين؟ ما تخافيش ما تخافيش، اهي معايا، ما تخافيش. في ايه؟ انت كنت ماشيه في الشارع سقطت من طولك كده، في ايه اللي حصل؟ الدكتور قال لك ايه؟ طمنيني. ملاحن مالك يا اختي؟ البنت بتروح مننا. بنت ايه وهتروح مننا ايه؟ قال لك ايه؟ انا مش فاهم حاجه. الدكتور قال ان هي عندها مرض نادر ما بيجيش غير كل مليون واحد لعيله واحده جيل البيت. نهار اسود. طب ما قالكيش يعني المرض ده ايه؟ بناخد له حاجه؟ طب بتسخن ايه يعني؟ ان هي يعني مش هتكبر وهيجي لها حاجه في عضلاتها وهتتدمر. يا نهار اسود، ضمور؟ هو قال لك كده يا حنه؟ ضمور في العضلات؟ ايه ضمور في العضلات ده؟ يا بنت انطقي فهمينا ايه اللي بتقوليه ده؟ ده مرض نادر العيال بتتولد بيه. الفيس كان مقلوب عليه بقاله فتره، ده حتى كانوا بيجمعوا تبرعات لطفل عنده المرض ده. تبرعات؟ ليه يعني؟ بيكلف قد ايه؟ الحقنه الواحده يا اخويا بتتكلف يجي ملايين كتيره قوي. يا نهار اسود. ملايين ايه؟ انتوا بتخرفوا بتقولوا ايه؟ انا بنتي ما فيهاش حاجه، بنت غاليه، انت ما فيكش حاجه يا بنت، وهتكبري وهتلعبي استهدى بالله، ما تخضناش على البت. ان شاء الله هتبقى زي الفل وهتتعالج باذن الله. الدكتور ده بيخرف وانت كمان فاضي، يعني هنروح بنفهم بنفسي. بس يا نص خدني معاك. يا رب يا رب استرها يا رب، بنتي ماليش غيرها يا رب يا رب.
اتأخرت كده ليه؟ في جديد؟ خد. العب وريهم. جامد. بعتهولي. أنا بقيت خايفة من السكة دي قوي يا بيجو. انت بتفضلي خايفه كده لحد ما تلاقي الفلوس قلبك بيموت. أنا خايفة قوي من شديد، دي لو عرفت اللي بنعملوه من ورا ظهرها هتعلقني أنا وأنت في وسط الحارة. ايوه كويس انك عارفه. اوعي توعي بقى بلسانك قدامها ولا تعرف حاجه عن السكه دي. لا أنا مجنونة، بقول لك أنا مرعوبة لا تعرف. ما تخافيش، طول ما احنا بنلعبها خرصه وعلى هادي هتمشي معانا حلاوه. استرها علينا يا رب. يا سلام على التقوى، شوف مين اللي بيدعي. يلا طيري دلوقتي واي حاجه جديده لغينا. ويا أخويا الشغلانة الهباب دي هتجيب همها إمتى؟ يا بنت اتكي على الصبر، رمينا اول طلعه والصيده قربت. ما يلا طيري. سلام يا أخوي. ايه اللي انت بتاكله قدام العمال ده؟ مش مكسوف من نفسك؟ ده غزل البنات. تكسف. ظهرك التماسي على الست عدولة هانم وهي نازلة من السلالم. من ساعة ما شفتك في العركة اللي عند بيت العتاولة وأنا معجب. عجبتني الدخلة قوي. قلت الست دي ست مش عادية، ست خارقة للعادة. حاجة كده من بتاعت الزمن القديم. الأندر وومن والمرأة الحديدية، الحاجات الحلوة بتاع الزمان الخالي العلمي. ايوه عيسى باشا الوزان، نورتنا يا وزونة. يلا بينا. وزونا. بدلعك. أنا أحب الدلع وأحب اللي يدلعني. وانا هدلعك قوي الفترة الجاية. النبي قبل الهدية. الورد ده عشاني، مش موجود منه في مصر أبدا. تقدر تقول عليه كده نادر، زيك بالظبط. حلو. اشمعنى جايبه اصلا؟ عشان الغيرة. حتمنى أنا الفترة الجاية دي هغير عليكي بالقوي. يا روحي. سمعت إن أنت بعت رجالة تطقص وتسأل عليا. قلت لازم أنا أجيلك، يكون واصل لك معلومة كده ولا كده نصلحوها. لا انا رجالتي ما يغلطوش، مدرباهم حلو. تمام يا كوتش عدولة. ده انا حتى فكرت اعمل عليك سيرش على جوجل. كنت سألت الشات جي بي تي، كنت قلت له مين أخطر وأشقى وفخر العرب في الإجرام، كان قال لك سيد المعلمين عيسى الوزان، نمبر 1، ولا أقول لك رقم 1 يعني. اسمها عدولة، أنا ما بروحش لحد. ما انت جيت اهو. يبقى شرف ليكي وللي خلفوكي. هتقيميني وتقدريني هتكسبي. هتحطيني في خانة واحدة مع العتاولة، انت وهم هتخسروا. وباي من غير سلام. طب ايه رأيك بقى المقابلة الجاية تبقى في المشتل؟ يلا بينا. انت وصلت للمشتل؟ امال. بس انا بحب الوردة قوي. هو كمان بيحبك. كان نفسي اعرف حبك في اللون الاخضر ايه. لا مؤاخذة لابسة اخضر وفرش بيتك اخضر، ده حتى ملايات السرير خضرا. نهارك اخضر. المرة دي عرف مكان المشتل منين؟ ده الله يكبر ما حد يعرف المكان. خدته ساعة ما جبته هناك. يبقى بعت حد وقطرتكم يا معلم. صحيح يا كبير، البت بنت نصار طلعت عيانة قوي قوي. وعلشان تتعالج لازم لها فلوس كتير ياما، يجي 3-4 مليون اخضر، ودي فلوس لا نصار ولا اخوه ولا اللي خلفوه يقدروا عليه. ايوه ده مبلغ كبير قوي. لا حول ولا قوة الا بالله. مش هنتبرع لهم يا كبير. ما هي الوزنية الخيرية قفلت وجابت ظروفها قدامي. بنت يا نحمده، هو انا ملايات سريري دلوقتي لونها ايه؟ احيه